اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا ان في شخص ليه دور كبير جدا في تطوير صناعه الالعاب الحديثه، ناس كتير ما تعرفوش، وهو تيم سويني. تيم هو الشخص اللي ورا اشهر لعبه حاليا وهي فورتنايت. بس ايه رايك بقى لو قلت لك ان فورتنايت جزء من امبراطوريه حجمها اكتر من 30 مليار دولار هتغير شكل صناعه الالعاب للابد؟ فورتنايت جزء من امبراطوريه ايبك جيمز اللي بقى لها تقريبا حوالي 30 سنه في صناعه الالعاب، وراها تيم سويني واللي كان بيخطط من عشرات السنين للسيطره على صناعه العاب الكمبيوتر. بالرغم من ان تيم سويني ملياردير، لكن ناس كتير جدا ما تعرفوش ولا حتى تعرف عنه اي حاجه، ولا تعرف علاقته باشهر الالعاب اللي موجوده حاليا على الساحه. تيم سويني واحد من اهم الناس في ترسيخ فكره الميتافيرس اللي بتروج ليها دلوقتي فيسبوك بعد ما غيرت اسمها لشركه ميتا. لكن تيم سويني هو الداعم الاكبر للتقنيات اللي هتطور الميتافيرس في المستقبل، واهمها تكنولوجيا ال 3 دي والعوالم الافتراضيه زي اللي حضرتك شفتها بالظبط في فيلم ريدي بلاير. تيم سويني بنى امبراطوريه كبيره لتطوير صناعه الالعاب في العالم الافتراضي ممثله في شركه ايبك جيمز، والحقيقه ان امبراطوريه تيم سويني بدات حتى تعمل ازعاج للعمالقه الكبار زي ابل وجوجل، خصوصا لما دخلت معاهم في صراع قضائي لما شركه ايبك جيمز تخطت وسائل الدفع الخاصه بالاب ستور وعملت وسيله دفع جوه اللعبه، واللي خلى شركه ابل تعمل بلوك للعبه فورتنايت من الاب ستور. وكمان جوجل عملت نفس القصه. الموضوع وصل بقى للمحاكم والقصه كبرت على المستوى القضائي، واللي في الاخر شركات تانية زي فيسبوك وقفت في صف ايبك جيمز واتهمت ابل بانها بتعمل ممارسات احتكاريه، ودي الحقيقه قضيه من القضايا اللي اي حد مهتم بالقانون والتكنولوجيا لازم يدرسها. تخيل ان ايبك جيمز عملت اعلان وحمله ضد شركه ابل ووصفتها بانها محاكاه لروايه جورج اورويل 1984 بس في 2020 زي ما هتشوف حالا. Anniversary of the Platform Unification Directives. For years they have given us their sons, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. زي ما شفت نفس مشهد الأخ الأكبر أو بيج براذر في رواية جورج أورويل. الناس دي لما بتقع في بعض بيطلعوا حاجات عجيبة يا أخي. الحقيقة أن تيم سويني واحد من الناس اللي بتتمتع بذكاء كبير، خصوصا لما تعرف ماضيه. تيم اتولد سنة 1970 وكان بيحب الكمبيوتر بشكل كبير جدا، وبالرغم من وقتها الكمبيوتر ما كانش منتشر بشكل كبير ولا حتى الإنترنت، لكن هو اتولد في عيلة ليها أكسس للتكنولوجيا بحكم والده كان شغال في وزارة الدفاع الأمريكية وكان عنده أكسس للكمبيوتر، وكمان أخوه الأكبر منه كان شغال في شركة IBM وهو اللي عرفه بمجال الكمبيوتر والبرمجة. تيم بدأ برمجة كمبيوتر IBM وعنده 12 سنة، وبدأ يعمل برامج كمان لكمبيوتر أبل، لكن عموما مش معنى انك مبرمج شاطر فانت تقدر تعمل بيزنس في الكمبيوتر، ده موضوع تاني. تيم كان بيشتغل وهو في الثانوية وبدأ يفهم ازاي يعمل بيزنس يجيب فلوس من غير ما يكون في متابعة لكل تفاصيله، ودي فكرة الانتربرونور شيب أو ريادة الأعمال واللي بيتبعوها دلوقتي في شركات التكنولوجيا. طبعا الموضوع مش بالبساطة دي، لأن في مخاطرة أو ريسك كبير ومش أي حد بينجح فيها. المهم الأخ تيم كان مهتم جدا بالكمبيوترز، وحتى لما دخل الجامعة ما كانش طالب شاطر الحقيقة، لأنه ما كانش مركز في الدراسة على قد ما كان مهتم بالكمبيوتر بالبرمجة، وكان مهتم بمحاضرات الرياضة والفيزياء بس. المهم تيم كان مهتم جدا انه يعمل سوفت وير، والحقيقة أفكاره في البرمجة كانت ملهمة للمستقبل اللي هو وصل له، ففكر يعمل برنامج لكتابة الكود واللي طوره بعد كده انه يقدر يعمل بيه لعبة صغيرة، وسمى اللعبة دي ZZT، وكان سنة 1991. تخيل بقى وقتها كان سوق ألعاب أصلا شكله عامل إزاي، وكان صغير جدا وما كانش حد بيفكر بالطريقة دي، لكن تيم بدأ يفكر إزاي يعمل برنامج يعمل بيه ألعاب. بالمناسبة تيم كان بيبيع اللعبة بتاعت ZZT بنفس الطريقة اللي استخدمها علشان يبيع فورتنايت بعد حوالي 25 سنة. أنت متخيل الدماغ؟ بيقول لك ايه بقى يا سيدي، خد اللعبه ببلاش، بس لو عايز اضافات تانية في اللعبه محتاج تدفع او تشتري الاضافات دي. ايه الحلاوه دي؟ المهم الاخ تيم لما باعت لعبه ZZT اكتشف ان سوق الجيم ده حاجه لطيفه، وبدا يحول كل تفكيره للصناعه دي. تيم قرر وهو في الكليه انه يشغل معاه فريق لصناعه الالعاب، وعمل لعبه اسمها جيل اوف ذا جانجل، واللي كانت بتشتغل على الدوس. وطبعا انت لما تشوف اللعبه دي دلوقتي هتقول ايه الهبل ده، دي لعبه بسيطه جدا، لكن الحقيقه المجهود اللي اتبذل في صناعه لعبه زي دي في وقتها كانت صيحه كبيره، وشارك معاه فريق وقتها كلهم كانوا صغيرين لا يتعدوا 18 سنه. بعدها تيم اتفاجئ هو وفريقه بلعبه مشهوره جدا كانت بتشتغل على الدوس برضه وقتها اسمها دوم سنه 1993، ودي وقتها كانت لعبه ثلاثيه الابعاد واللي نقلت الالعاب في حته ثانيه خالص، لانها باعت ملايين النسخ في الوقت ده، وكمان نقلت العاب الكمبيوتر لفكره الالعاب ثلاثيه الابعاد. طبعا انا فاكر اللعبه دي ياما لعبناها زمان على الدوس، والاجيال بتاعه اليومين دول اكيد مش عارفين النسخه القديمه اللي كانت في وقتها بصراحه صيحه رهيبه.
اضافه بقى لانك كان عندك مشكله كبيره جدا ومعاناه رهيبه انك تشغلها على فلوبي ديسك، لان ما كانش فيه هارد ديسك حضرتك وقتها، وكان الكمبيوتر اصلا بثروه طائله، ده غير بقى التعامل مع الدوس ولغه البيزك وباسكال وغيرها. بقى كانت ايام الصراحه فكرتنا بحاجات غريبه يا عم تيم. دوم كانت من انتاج شركه اسمها اي دي سوفت وير. وقتها تيم قال لك مفيش مفر من دخول عالم الالعاب ثلاثيه الابعاد، لكن الموضوع كان مكلف جدا ومرهق على مستوى البرمجه خصوصا على الدوس. علشان ترسم مستويات لعبه وتصممها على الدوس على كمبيوتر منزلي بالامكانيات اللي كانت موجوده سنه 1993 كان موضوع في غايه التعقيد. انا فاكره بنفسي لما كنا بنيجي حتى نبرمج برامج بسيطه مش جيم على الدوس، الموضوع ما كانش بيس اوف كيك زي ما دلوقتي حضرتك. وقتها تيم قال لك انا مش همشي بنفس الطريقه، لان اي حد عايز ينافس هيكتب ملايين الاسطر من الكود عشان يعرف يصمم شكله ثلاثي الابعاد، وده موضوع هياخد وقت رهيب. تيم وشركته ايبك جيمز ركز على برمجه لعبه اسمها انريل عشان تنافس دوم، والحاجه الثانيه بقى هي الجيم انجن عشان يخلي اي حد يقدر يبني ويبرمج لعبه ثلاثيه الابعاد من غير ما يعدي على كل الوقت والارهاق والكود اللي اتكتب قبل كده في لعبه انريل. طبعا انت هتقول ايه المجنون ده؟ هو حد يعمل كده؟ الحقيقه ان الانريل انجن هو الجزء الاساسي دلوقتي في الامبراطوريه بتاعه ايبك جيمز. الراجل ما طلعش مجنون، بل بالعكس اتشهرت اللعبه بتاعته، بس اللي اتشهر اكتر كان الانجن اللي عمله، لانه جذب اشهر المبرمجين اللي كانوا عايزين يطوروا العاب 3D، وبقى اشهر جيم انجن لحد اللحظه اللي احنا فيها حاليا. مع التطور اللي حصل في الكمبيوتر في بداية الألفية، أغلب المبرمجين كانوا مركزين على برمجة وإنتاج ألعاب الكمبيوتر بسرعة، والجيم إنجنز اللي عمله الأخ تيم وشركة إيبك جيمز كان هو المفتاح اللي عمل ثورة في الصناعة دي. الحقيقة إن دي كانت قفزة كبيرة لشركة إيبك جيمز، ودي كانت بداية في تحقيق أرباح خيالية من الإنجن، خصوصاً لما بدأت الشركات والمنتجين للألعاب يتنافسوا على إنتاج ألعاب لمنصات الألعاب المختلفة والأجهزة المختلفة زي إكس بوكس وبلاي ستيشن وغيرهم. كل المبرمجين قال لك بدل ما نقعد بقى نكتب كود لكل جهاز في كل لعبة، هنستخدم بقى انريل انجن ونريح دماغنا ومفيش مشكلة ندفع نسبة أرباح 5% لشركة إيبك جيمز كل ما هنستخدم الانريل انجن. تيم وقتها ما كانش بس بيفكر في ان الانجن يستخدم، لا ده كان عايز يخليه رقم واحد لاي حد عايز يبرمج لعبه ثلاثيه الابعاد لاي منصه او جهاز. وهنا قرر تيم انه يطور لعبه لاجهزه اكس بوكس تحديدا في 2006 لما عرف ان مايكروسوفت هتنزل نسخه جديده من الجهاز عشان تبقى اللعبه معموله مخصوص للجهاز وباستخدام انريل انجن. تفتكر اللعبه دي كانت ايه؟ ايوه بالظبط كده، جيرز اوف وور. تعال افكرك بيها. اللعبة دي كانت نقلة كبيرة في صناعة الألعاب وعملت تفوق لمايكروسوفت إكس بوكس في الوقت ده، واللي خلى كتير من المبرمجين يفكروا في التحول لأنريل إنجن، لأن اللعبة كانت بتتمتع بإمكانيات صعب جدا تلاقيها في أي لعبة تانية، وبينت قد إيه قدرات الأنريل إنجن على تطوير ألعاب لأجهزة إكس بوكس وغيرها. دي بقى يا سيدي كانت النقلة الكبيرة لإمبراطورية إيبك جيمز. ومع التطور الكبير للشركة، تيم سويني قرر انه يبيع 40% من الشركة لشركة تنسنت جيمز الصينية سنة 2012 بحوالي 330 مليون دولار. ده حقيقة رقم كبير لشركة بحجم إيبك جيمز. وبعدها باعت الشركة لعبة جيرز اوف وور لمايكروسوفت، لأن فكرة تيم هي الاستثمار في الأنريل إنجن كأشهر محرك لبرمجة وبناء الألعاب ثلاثية الأبعاد. مش بس كده، ده العوالم الافتراضية كمان اللي هتتبني في الميتافيرس. بالطريقة دي شركة إيبك هتنافس عمالقة في تقنية العوالم الافتراضية والميتافيرس اللي في الغالب هتكون معتمدة على أنريل إنجن. الشركة الحقيقة حاولت تنافس تاني في سوق الألعاب وعملت كذا لعبة، لكن ما نجحتش في المنافسة. كان آخرهم الإعلان عن لعبة اسمها فورتنايت سنة 2017، لكن اللعبة كانت مختلفة عن اللي انت تعرفها دلوقتي، وما نجحتش لحد ما ظهرت لعبة تانية اسمها بابجي، واللي اتشهرت شهرة عالمية كلعبة من نوع باتل رويال أو لعبة الملكية. المفاجأة بقى ان لعبة بابجي او بلاير انون باتل جراوند كانت من تطوير شركة تنسنت واستخدمت انريل انجن. بعدها تيم قال لك بس هي دي فرصتنا، وبدأ يغير في لعبة فورتنايت علشان تبقى شبه لعبة بابجي، لانهم ادرى بقى واكثر خبرة بالانجن بتاعهم. تفوقوا على تنسنت وعملوا نسخة من فورتنايت اتشهرت شهرة عالمية وحققت مبيعات كبيرة،
ده غير ان تيم استخدم نفس الاستراتيجيه، ان اللعبه اساسا ببلاش ومحتاج تدفع لو عايز ميزات اكتر. طبعا اللعبه تحولت الى امبراطوريه اقتصاديه في حد ذاتها لتيم وشركه ايبك، وساهمت كمان في ترسيخ فكره الميتافيرس بالتواصل الاجتماعي اللي فيها. وده هياخدنا لكلام تيم نفسه لما قال ان الميتافيرس هيبقى اكبر واقوى من اي شيء، وان اي شركه هتسيطر عليه هتبقى اقوى من اي حكومه على وجه الارض. استنونا في حلقه جديده وتاك توك.